واش عمرك سمعتي أن النحلة ما عندهاش غير بطن واحد، بل عندها عدة بطون؟ إيه نعم، هذا المخلوق الصغير اللي كيبان عادي فيه معجزة ربانية حقيقية. النحلة ماشي غير كتطير من زهرة لزهرة، راه خدامة بنظام دقيق وعجيب ما يقدرش الإنسان يقلده بسهولة. في جسم النحلة كاين ما يسمى بمعدة العسل، وهذه ماشي نفس المعدة اللي كتستعمل للهضم. بمعنى النحلة عندها بطن خاص باش تجمع فيه الرحيق، وبطن آخر للهضم ديال الماكلة ديالها. يعني وهي كتجمع الرحيق ما كتستهلكوش كامل، بل كتحافظ عليه باش تحولو لشي حاجة أعظم. وهنا كيبان السر الكبير. واش عارف شنو كيوقع داخل بطن النحلة باش يتحول الرحيق العسل؟ داخل معدة العسل كتوقع عملية عجيبة فيها إنزيمات خاصة كتحول الرحيق تدريجيا من سائل عادي لعسل غني ومفيد. ومن بعد كديك النحلة هذا الرحيق للخلية وكتعطيه لنحلات أخرين اللي كيكملوا العملية، كيعاودوا يمضغوه وينشروه في العين ديال الشمع، ومن بعد كيبدا التبخر حتى كيولي عسل مركز. كل هادشي كيدار بدقة وتنظيم عجيب، بلا أخطاء وبلا فوضى. سبحان الله، مخلوق صغير ولكن خدام بنظام معقد بزاف. والأجمل من هادشي كامل هو أن العسل اللي كينتجوه فيه شفاء للناس، يعني ماشي غير مادة حلوة، بل دواء طبيعي فيه فوائد كتيرة. وهنا كنرجعوا نسولوا نفس السؤال: كيفاش مخلوق صغير بحال النحلة يقدر يدير هاد المعجزة كاملة؟ هادشي كامل كيخلينا نفكروا في العظمة ديال الخالق سبحانه، اللي خلق كل حاجة بحكمة، حتى أصغر التفاصيل فيها سر كبير.